لو سألتك المضخة بتطلع زيت ولا بترفع ضغط الزيت هتقول ايه؟ كتير من الناس بيكون فاكر ان المضخة هي اللي بترفع ضغط الزيت، ولكن في الحقيقة الترومبة بتضخ الزيت فقط، ولكن الضغط بيعلى نتيجة للممانعات الموجودة في السيستم. دلوقتي هنشوف التجربة دي مع بعض عملي، وهثبت لك ان المضخة بتطلع زيت فقط، ولكن الضغط بيعلى نتيجة للممانعات الموجودة في السيستم. اولا هنتعرف على مكونات الجهاز بتاع التجارب. اول حاجة معانا موتور الكهرباء اللي بيشغل المضخات. المضخة بتسحب الزيت من الخزان وبيطلع لي في البلوكة هنا. يلا بينا نشوف الكلام اللي احنا قلناه ده على بنش التجارب. اول حاجه انا هاخد الزيت اللي خارج من المضخه هوديه للخزان، فهنلاقي ان الضغط زيرو. لو خدنا بالنا هنلاقي ان دلوقتي الضغط زيرو لان مفيش ممانعات موجوده في السيستم. دلوقتي هناخد الزيت بتاع المضخه وهنوديه للبستم اللي موجود عليه احمال، فهنلاحظ ان الضغط بيعلى نتيجه للممانعات الموجوده في السيستم. دلوقتي هنشغل المضخه معانا وهنخلي الزيت يروح للبستم اللي موجود عليه الاحمال، وهنشوف الضغط عندنا هيعلى ولا ايه اللي هيحصل. دلوقتي الزيت ضغطه عالي نتيجه للممانعه اللي موجوده عندنا وهي الحمل ده. دلوقتي شفنا مع بعض ان لما خدنا الزيت وديناه للخزان ما كانش فيه ممانعات، الضغط كان صفر، ولكن لما خدنا الزيت وصلناه بالبستم اللي كان موجود عليه احمال لقينا الضغط 10 بار، فبالتالي الضغط بتاع الزيت بيعلى نتيجه للممانعات الموجوده في السيستم، ولكن الترومبه مش هي اللي بتدي الضغط.